يسر بدأ اليوم الجزء الثاني من نوسا بنيدة. اليوم بروح أماكن جدا عظيمة، شوفوها هنا موجودة بالشاشة. اليوم بروح كاكلينجن بيتش، بروح بروكن بيتش، بروح ذا كليف، بروح أماكن جدا حلوة جدا مشهورة. لو تقلب بالصور بالإنستغرام بالإكسبلور على بالي بتحصل هذه الأماكن موجودة، أماكن جدا حلوة. اليوم الجزء الثاني، اليوم بنسوي أشياء جدا حلوة. لا تنسي تحط لايك وسبسكرايب. وبروح على اول مكان بروكن بيتش، يبعد مننا كثير ساعة ونص، فبنتحرك على اول مكان بروكن بيتش، بعدين بروح الاماكن الثانية. والان وصلنا كينج بيتش، ونشوف الان المكان كيف جميل لما ننزل تحت. والان نزلنا شوية تحت والمكان فظيع. شوفوا ما شاء الله، من هنا والله اقدر اشوف حيوانات بحرية تسبح. المكان جدا فظيع. بنحاول اصور، بعمل زوم ان، بشوف الكاميرا لو توصل، بس انه اقدر اشوف من فوق الجبل لين البحر حيوانات بحرية تسبح. شوفوا تحت الاسود كيف يسبح، سبحان الله. تخيلوا من قمة الجبل يبان. شوفوا كيف لما نزلنا من فوق لتحت المكان رهيب. والآن وصلنا بلوان كليف. شوفوا المكان كيف من فوق، مكان جدا فظيع للصور، مكان رهيب. البحر النظيف هو تقريبا نفس المكان اللي رحنا له اول كينج بيتش، بس هنا مكان ثاني، الفيو ثاني والصور تكون اجمل بشكل ما. وكمان هنا نقدر نصور بهذا المكان، فيكون مكان جدا خرافي ومكان يستحق الزيارة عشان تاخذ صور تذكارية للأبد. ولو حاب تشوف الصور اللي تصورتها واخذتها، تابعنا تحت بالانستغرام، الرابط تحت موجود، واعمل فولو علشان تشوف كل الصور اللي اخذتها في بالي وكل المدن والدول اللي بزورها. وتغدينا وتحركنا الى بيلا بونج بيتش وبروكن بيتش. بروكن بيتش هذا اللي هو بنطلع فوق جسر فوق البحر ومكسور، وايضا بنروح على بيلا بونج بيتش، هم تقريبا في نفس المكان. وبنروح هناك ونقدر نتسبح ونشوف كيف الاجواء، والجو مشمس شويه لكن في ريح، وجدا الاجواء جميله، الواحد يجي شويه ويعمل تشيل. انجل بيلا بونج من فوق، ما شاء الله المكان رهيب. والان وصلنا لانجل بيلا بونج بيتش، المكان جدا رائع جدا رهيب. بنجي شويتين هنا بتسبح تقريبا 20 دقيقة، وبعدين بحرك وبروح على بروكن بيتش لانه المكان مش بعيد جدا. فالان بندخل هنا وشوية ونتسبح ونرتاح لانه المكان جدا نظيف والبحر جدا نظيف، والمكان جدا بتتسبح فيه. بنتسبح شوية بنتحرك على البروكن بيتش، وبعدين بنتحرك على الميناء. والآن وصلنا للبروكن بيتش. بروكن بيتش جدا رهيب، يبعد عن موقع أنجلا بيلا بونج بيتش تقريبا 4 دقائق 5 دقائق مشي. المكان جدا رهيب والبحر جدا نظيف، والمكان يحتاج له بصراحة درون. أماكن كثيرة هنا يحتاج لها درون، لكن للأسف ما عنديش درون، فتدعمونا بلايكات وسبسكرايبات. علشان إيش؟ عشان بإذن الله أتطور واشتري درون وتصير فيديوهات وفلوجات أفضل، وفيديوهات كثيرة بتصير وبأشكال وأنواع مختلفة، حاجات جديدة واشياء جديده وكل شيء جديد باذن الله، وبنسوي اشياء مجنونه باذن الله مع بعض. وخلص سباحه في انجل بيلا بونج بيتش، وكان اجمل مكان تقريبا سبحت فيه في حياتي، كأنه مسبح مش بحر. كان مكان جدا جميل. ووصلنا طبعا لنهاية الفلوج،
اتمنى ان الفلوج عجبكم. لا تنسي تدعمنا بلايك وسبسكرايب وانشره لاصحابك علشان تشوفوا فلوجات جديده واشياء جديده واشياء خرافيه وحاجات تجنن باذن الله. ولا تنسوا تحاولوا توصلوا له هذا الفيديو ل 200 لايك. وهذا ايش كنا نسوي ب$70 فقط بالفيديو الاول، والفيديو الثاني هذا الجزء الثاني كانت كل الرحله هذه ب$70 مع كل شيء الا في بعض الاشياء البسيطه كاماكن. بس انه بالاول والاخير يعني $70 فقط. ممكن اللي دفعناه اكسترا $10 $8 فقط علشان ناخذ صور في اماكن معينه، لكن كانت المكان والرحله جدا جميله ولن انساها ابدا. واتمنى انكم استمتعتوا. ولا تنسوا تحط لايك وسبسكرايب واستنونا علشان تشوفوا الفيديو الجديد. سلام حبايبي. Thank you Bhutu so much man. I love the trip with you, it was so good. Thank you for everything. Man, you're welcome man. I love you man. Thank you. Have fun. I think that guy went down like tell him like all good.